مرموش مرموش ابتدى المباراة، استنى ان هو يكمل تلت ساعة عمل فيها اسيست وسجل هدف من الاهداف اللي احنا ما بنشوفهاش في اللعيبة المصرية بقالنا زمن من ايام كابتن محمد ابو تريكة. يعني تسديدات قليلة جدا اللي هي تسدد تدخل هدف او تخبط في العارضة. من ايام محمد ابو تريكة ما شفناش الاهداف دي. يعني السلاح ده بالذات ضعيف في المنتخب المصري، اللي هو ناقص في المنتخب المصري. مفيش تسديدات حرة بالتسديدات الأروع من الهدف بتاع عمر مرموش. مرموش بيثبت كل يوم إن مستواه ما يعني مع احترام للفريق اللي هو فرانكفورت بيلعب فيه ده، ما ينفعش يلعب فيه. لا، ده يلعب في بايرن ميونخ، ينتقل للدوري الإنجليزي مرتاح، يلعب في الدوري الأسباني. عمر مرموش لاعب يعني ربنا يبعد عنه الإصابات بصراحة. الله أكبر يعني. وفي ناس هجمته بسبب القناع. يا جدعان بلاش الكلام ده، حكاية ان انا هو لبس قناع وبعد المباراة نزل اعترف ان القناع ده هو زميله وقال له امنية ان انت لما تسجل هدف احتفل لي بيه. ناس طلعت وقال لك لا ده هو بيحتفل بالهالوين ومش بالهالوين. خلينا في، بلاش نقعد نهاجم في اللعيبة وخلاص. بلاش نقعد نخترع كده اي كلام في اي كلام ونقعد عشان ناخد لنا مشاهدات ومش عارف ايه وناخد انتقادات بلاش. اللاعب صاحبه اداله القناع وقال له انا امنية ان انت لما تسجل هدف احتفل بيه. وفعلا هو قال كده على صفحته الرسمية. فاحنا سايبين الاداء الرائع اللي هو بيعمله. لا احنا ليه ما يستاهلش الاداء ده نستلمه زي اللي قبل محمد صلاح، نستلمه ونكلمه محمد صلاح عمل. اللعيبة دي يعني بتدينا امل ان في منتخب بكرة. بتدينا امل ان في منتخب بكره، ان احنا هنأدي فيه كرات ثابته بتتسجل، في تسديدات، في سرعات عندنا، في هجمات مرتده نقدر يعني نعتمد عليها من صلاح ومرموش وتريزيجيه. في لعيبه، في اداء بيحصل، في اداء متقدم. بلاش ان احنا نحارب الناس دي. لا احنا نبقى معاها برافو عمر مرموش مش عارف ايه. لما الراجل ده يغلط نعرفه بغلطه مش نطلع نهاجمه. انت تعرفه بغلطه. ما هو انا وقت الغلط ممكن ما فيش حد بيبقى يعني وقت الغلط مش قاصد ان هو يغلط، هو مش قاصد ان هو عايز ترند، هو مش عايز ترند، هو بأداؤه اصلا مش عايز ترند. الناس اللي عايزه ترند دي اللي هي بتبقى مختفيه على الانظار. اطلع اعمل اي حاجه، اطلع اشتم في ده، اطلع اطلع اتكلم على اي حد. خلاص